بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد المقحم، استشاري الطب الباطني، مستشفى صحة سلام بالرياض. في مريض كان عنده قولون عصبي، كان يراجع عندي في العيادة. حقيقة المريض هذا يعني من كثر ما هو أحبط مني وأنا أحبط منه، كل ما في جعبتي أعطيته لي، ما شفت فائدة، لدرجة إني في الأخير قلت له يا أخي روح دور لك طبيب غيري أو روح اقرا على نفسك أو دبر عمرك، أنا ما عاد أقدر عليك. اختبأ عني سنة وجاني وصحته كويسة ووجهه منور وأموره تمام، وجاني بعد سنة تقريبا قال لي والله أنا جاي أسلم عليك، ما راجع عندك اليوم، أنا جاي أسلم عليك. قلت ايش قصتك، وش صار لك؟ قال لي أنا يا دكتور انسجنت في قضية مالية 7 شهور واختبأ عني كل أعراض القولون. قلت له ليش؟ قال يا أخي سجن، فطور غدا عشاء، ما في تالي الليل ترفع السماعة تقول له أعطنا 2 برجر وكثر مايونيز، هذه ما عندهم. النقطة الثانية، اكتشفت أن الحياة أسمى وأغلى من إني أضيعها في توافه الأمور. يقول أنا كنت من أول أرجع من الدوام تسني ماسكن طريق رالي، هذا ساقط عليه وذا حاده وذا حادني وذا ضارب اللبوري وذا مسفل فيه، ثم وقف عند باب البيت والقى ورا الزبالة الله يكرمك في نص الشارع، ورا ولد الجيران موقفين عند الشجرة، ورا باب البايكة سادين عليه، ورا البزبوز يصب، ورا اللمبة والعة، ورا الدين مشغال. يقول اكتشفت ان هذه امور اشغلت بها نفسي وكنت احلم في قولوني. الخلاصة من هذه ان علاج القولون يكمن هنا، علاج قولونك انت يكمن هنا. القولون لن يقتلك، ما عمرنا وقفنا عند جامع الراجحي وقلنا بنصلي على فلان عنده قولون، ولا عمرنا وقفنا عند الشميسي ولا العسكري وقلنا بنروح نزور فلان منوم عنده قولون. القولون هو عبارة عن مرض سيعيقك عن بعض الامور المهام اليومية، بينكد عليك فقط لا غير. مجرد انك تلتزم بالوجبات الصحية وتنظم وجباتك، الصوم المتقطع جدا كويس هذه الامور. والثانية كبر راسك في امور سفاسف، امور لا تستحق ان يفكر فيها. هذه مجرد انك تتجنبها صدقني قولونك راح يضبط معك افضل جدا من العلاج بالادوية. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام.